ازيكم؟ النهارده هقولكوا ازاي نعمل الفراخ الكنتاكي في البيت بطريقه جميله جدا واضمن من 100 مره من انكم تاكلوها من بره وتطلع معاكم كريسبي والفراخ مستويه وبتتبيله تحفه والطعم مش هتخيروه خالص عن KFC. لو حابين تعرفوا هعملها ازاي كملوا الفيديو للاخر. شايفين بقى الكفر بيعمل صوت كريسبي وحلو ازاي؟ اول حاجه معايا هي هنا بقى ايه الفراخ. بنكون نقعينها كويس جدا في خل وليمون ونتاكد بقى انها ما فيهاش زفاره او اي حاجه بالشكل ده. كل اللي هعمله دلوقتي بقى ان انا همسك الدبابيس دي وهيكون معايا سكينه وهعمل فيها فتحات بالشكل ده. الفتحات دي بتساعد في سرعة انها تستوى وانها كمان يعني تشرب من التتبيلة بشكل كويس جدا، بحيث ان انا اكون متأكدة ان الفراخ دي واخدة طعم التتبيلة كويس جدا وكمان تستوى بشكل اسرع. هفضل بقى اعمل فتحات بنفس الشكل ده في باقي كمية الفراخ لحد ما تخلص. بعد ما بخلص باقي كمية الفراخ باجي بقى هنا لمكونات التتبيلة. المكون الرئيسي معانا هنا هو اللبن. ده لبن عادي خالص مش عليه زبادي او اي حاجة، لا لبن صافي خالص. وبحتاج معي بصلاية وفلفل احمر، وانا اتعمدت اوريهولكوا هنا قبل ما افرمه في الكبه علشان لما تلاقوا اللون الاحمر ما تقولوش طماطم، لا ده فلفل احمر بيدي طعم حلو جدا ولذيذ. وبحتاج معلقه كبيره من الخل، والبهارات اللي بحتاجها بحتاج البابريكا والبهارات التشانكي بتاع الفراخ وتوم باودر وبهارات فراخ وكاري وشويه ملح على حسب بقى الملح بتاعها بيكون ايه. ودي البهارات التشانكي بتاع الفراخ اللي قلت عليها بتكون متوفره في اي سوبر ماركت او في اي محل. هنا بقى فرمت البصل والفلفل وبدأت انزلهم على اللبن بالشكل ده، وهضيف لهم بقى الخل وبعدين هضيف عليهم البهارات. هقلبهم بقى كويس جدا لحد ما اتأكد ان البهارات دابت بشكل كويس في اللبن، بحيث ان ما يبقاش فيه كلاكيع بهارات، لا هفضل اقلب فيهم جدا كده لحد ما يدوبوا في اللبن. بس كده بجيب بقى الفراخ وابدا اضيف عليهم البهارات دي التتبيله الجميله اللي عملناها دي. شايفين بقى الفراخ بقى شكلها عامل ازاي؟ عاوزه اقول لكم ان دي من افضل التتبيلات عامه اللي بحب استخدمها مع الفراخ، بتخلي طعمها مميز كده وغني وجميل قوي. بحطها بقى في التلاجة من ساعه لساعتين، انا قعدتها ساعتين بصراحه، يعني كل ما قعدت في التتبيله وقت اكتر كل ما طعمها يكون احسن. هنا بقى بيكون ده شكل الفراخ بعد ما طلعتها من التلاجة، قعدتها ساعتين زي ما قلت لكم، ولو حبيتوا تقعدوها اكتر فده هيكون افضل بكتير. هنا بقى الخطوة المهمة جدا، بيكون معايا كيلو من الدقيق، لازم يكون معاكم كمية دقيق محترمة كده عشان هنعمل طبقات كتيرة منه. هضيف لهم معلقتين كبار من النشا، ده اللي بيخليها كريسبي اكتر، ونفس البهارات اللي حطيتها في التتبيلة هي اللي هحطها هنا على الدقيق، بالاضافة الى فلفل اسمر ومكون كمان هقولكوا عليه دلوقتي. بحب هنا بقى اضيف لها كيس كامل من الفيجيتار العادي اللي بنقلي بيه الفراخ. بضيف كيس كامل من الفيجيتار، ده فيجيتار عادي، وهضيف لها كيس كمان من الفيجيتار الحار. ممكن تستغنوا انتوا عن الخطوه دي، بس انا عشان بحب الاكل سبايسي فبضيف لها كيس فيجيتار حار. وبضيف لها نص كيس من بهارات التشانكي اللي قلت لكم عليها دي. عايزه اقول لكم البهارات دي تحفه بمعنى الكلمه، جميله جدا، اسالوا عليها في اي سوبر ماركت هتلاقوها متوفره. هضيف نص الكيس، ده بيخليها كريسبي وبيديها طعم كده غني، بيبقى زي بتاع بره بالظبط. هقلب بقى الدقيق كويس جدا لحد ما اتاكد ان كل البهارات اختلطت كويس جدا بالدقيق بالشكل ده. وهنا بقى ضفت لها كيس الفيجيتار الحار اللي قلت لكم عليه. ممكن تستغنوا عن الخطوه دي مش مشكله. الخطوه اللي جايه بقى دي يعتبر دي اهم حاجه في الفراخ عشان تطلع معاكم كريسبي اكتر ومموجه، هي الخطوه دي ركزوا فيها كويس جدا. اول حاجه بمسك دبوس الفرخه كده يعني بغطسه كده في الدقيق، واتاكد انه الدقيق غلف الدبوس بشكل كويس جدا، بحيث ان ما الاقيش حته متغلفه وحته لا، يعني بتاكد كويس جدا ان الدقيق عمل كفر حلو كده على الدبوس.
وبكون مجهزه ميه متلجه، الميه دي بكون حاطه فيها مكعبات تلج. كل اللي بعمله اني بمسك الدبوس بعد ما اتاكد انه اتغلف كويس بالدقيق بالشكل ده، وهبدا اضيفه في الميه واعد من 1 ل4 وبعدين اطلعه على طول، وهرجع اضيفه تاني للدقيق بالشكل ده، وبرضه هعيد نفس الخطوة. هفضل اقلبه كويس جدا في الدقيق لحد ما اتأكد ان الدقيق غطى الدبوس بشكل كويس جدا. وخطوة مهمة جدا ان بمسك دبوس الفرخة واقعد يعني اخبط فيه كده في ارضية الطبق، لان ده اللي بيديله شكل مموج. وهنا ضفته تاني، رجعته تاني للمية المتلجة وعملت عليه دقيق تاني. انا بكرر الخطوة دي مرتين عشان يديني كفر سمكه يكون حلو. ممكن تعملوها خطوة مرة واحدة بس، يعني تنزلوها في المية مرة واحدة بس مش مشكلة. مرتين بيكون افضل، 3 مرات ما انصحكوش بيها لان الكفر هيكون سميك جدا وطعمه مش هيكون حلو، بس انا بحب اعملها مرتين بس. هكمل بقى باقي كمية الفراخ بنفس الشكل ده. وزي ما قلت لكم خطوة مهمة جدا انكم بعد ما تضيفوها بعد ما تطلعوها من المية المتلجة دي وتحطوها على الدقيق، بتمسكوا دبوس الفرخة كده وتفضلوا تخبطوا فيها كده في الطبق اللي فيه الدقيق عادي، ده بيدوله شكل التموجات اللي انتوا شايفينه الجميل ده. هكمل بقى باقي كمية الفراخ وارجع لكم. بس كده ده بيكون بقى شكل الفراخ معايا بعد ما بخلصها. شايفين بقى شكلها بيكون حلو ازاي وفيه تموجات. التموجات دي بقى مسافة ما بنقليها بتعمل بقى الطعم الكريسبي الجميل ده. بكون محضرة حلة فيها زيت كتير، اهم حاجة معانا ان الزيت يكون غزير، واكون متأكدة ان الزيت وصل لدرجة كويسة جدا من السخونة، عشان تتأكدوا ان احنا اول ما بننزل فيه الفراخ بالشكل ده بتحسوا ان فيه غليان كده او ان الزيت بيعمل فقاقيع. بكون معلية النار، يعني بعملها على اعلى حاجة، واول ما بضيف لها بقى الفراخ بتاعتي ببدأ اوطي خالص واعملها على نار هادية جدا. يعني عاوزه اقول لكم ان انتوا لازم تكونوا صبورين معاها جدا عشان نتاكد ان الفراخ استوت. الفراخ هنا اخدت معايا وقت كتير جدا، وانا كنت صبوره معاها بصراحه لان كنت عايزاها تطلع مستويه مش نيه، وطلعت طعمها حلو جدا ومستويه وكل حاجه. بفضل بقى اقلب فيها من الجنبين لحد ما تستوي، وده بيكون شكل الفراخ بعد ما تطلع. شايفين بقى شكلها بيبقى جميل ازاي وطعمها اجمل. يعني انكم تعملوها في البيت يعني اجمل والذ بكتير من انكم تاكلوها من بره، وطريقه مضمونه وصحيه. هي دي الوصفه، يا رب تكون عجبتكم واكون افدتكم.